اللي كيقول بان ما عندناش المدارس كذاب، واللي كيقول بان ما عندناش المستشفيات كذاب. عندنا المستشفيات وعندنا المدارس، الدوله مجهزه هذا الشيء. هذا اللي ما كاينش هو الضمير المهني. الاطباء والفرامليه كيخليو وكيسلتوا من المستشفى العمومي وكيمشيو يخدموا في المستشفى الخاص باش يصوروا الفلوس اكثر من هذا. فيهم واحد المجموعه اللي كتسرق الدواء ديال الشعب اللي جاي من وزاره الصحه للشعب فابور، وكتمشي تخدم به الناس في المصحات الخاصه. كيخليونا لي ستاجير، لان وهذا الستاجير مسكين اللي جاي هو اصلا باش يتعلم من هذا الطبيب ما كيلقاش هذا الطبيب. اما بالنسبه للاساتذه والمعلمين فهادوك كيقيلوا يدوروا في المدارس الخاصه، الانرجي ديالهم كيحطوها في المدارس الخاصه وكيجيو للمدرسه العموميه، كيجيو عيانين، كيعطي داك الدرس اللي بغى يتعلم واللي بغى يقرا واللي ما بغاش يقرا شغلو هذاك. كذلك انا كنلوم الاباء، واحد المجموعه ديال الاباء، واحد المجموعه ديال الوالدين اللي ما بقاوش قادين يربيو ولادهم. فكنلقاو في المدرسه العموميه واحد المجموعه ديال الاطفال اللي الا هضر معاه الاستاذ كيجاوبو بطريقه غير لائقه، هضر معاه المدير كيجاوبو خايب، هضر مع حتى العساس ديال الباب ممكن يتعامل معاه خايب. فهاد الشيء كامل خاص يعني ليه واحد النهضه للانسان، نهضه وعي. الوعي اللي خاصو يتحرك، الوعي بالقيم الانسانيه، بالقيم الاجتماعيه. لحقاش لما كانش وعي عند كل فرد من افراد هذا المجتمع، راه واخا ديروا المظاهرات، واخا ديروا ما يمكنش يتبدل التغيير. اكيد ان الدوله خاصها دير واحد المراقبه، لان الدوله مسؤوله علينا. الدوله كنطالبوا منها مراقبه المستشفيات، مراقبه المدارس، ولكن الوالدين خاصهم حتى هما يديروا مراقبه على المستوى البيوت ديالهم، والوالدين حتى هما شويه يزيروا الوليدات ديالهم باش يكون واحد العمل متكامل بين الفرد في هذا المجتمع وبين الدولة. الفرد والدولة خصهم يتعاونوا باش نقدروا نوصلوا لواحد النتيجة مرضية اللي يمكن تكون في صالح هذا المجتمع وهذه الدولة الحبيبة. وشكرا.